أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله سلام. درس جديد من دروس شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. نبدأ من الحديث 83 وما بعده. الأحاديث ذيك ما يتعلق بموجبات الغسل، ما يتعلق بصفة الغسل بفتح الحاء بفتح الغين، لأن الغسل الغسل هو الماء المعد للاغتسال، أما الغسل هو الفعل في حد ذاته. لذلك أحاديث كثيرة ولكن عندها قاسم مشترك. نحاول نعطيكم خلاصة مركزة مرتبة، خاصة موضوع الترتيب. لماذا؟ لأنه الأحاديث راهي أحاديث كثيرة متنوعة، لازم تجمعها وتخرج خلاصة. نعطيكم خلاصة مباشرة بدءا من الحديث رقم 83 وما بعده. مثلا نوصل إلى حديث 96، باب العمل في غسل الجنابة. لو تسقسي أي واحد أمشي تقصد الجنابة، أتفضل ماشي والحديث مجموعة أحاديث صافي، أفضل بطريقة يعني منهجية ميسرة نعطيكم جميع الأحكام ملخصة بدءا من الحديث رقم 83 وما بعده في موطأ الإمام مالك. أنفذ كان نهضر في الغسل أو الغسل. طبعا كلمة الغسل المراد بها الماء المعد للاغتسال، كما قلنا في يوم من الأيام عن الوضوء. قلنا الوضوء بفتح الواو هو الماء الصالح للوضوء. أمان إصلحا الوضوء هو ماء طاهر مطهر، كما شرحنا مفصلا فيما سبق. أمان يصلحا الوضوء اسميس الوضوء بفتح الواو، مرة الوضوء بضم الواو، وقيد الخذماني ذا اللوضو مثلا ذا اللوضو السير ضيفا سنيك بعد تروح سيميك نزرنيك وذميك فوسا فوس الماض يوكتي كذا ياك مرة اسمي سنت اللوضو. الوضوء بالضمة، مدين الوضوء بالفتحة بفتح الواو يعني زمان، ولكن دقي عكسها تماما. مدين الغسل يعني زمان يصلحا الاغتسال باش أزدوشا تكسر الجنابة إلى آخره. مدين الغسل ذو لوبيراسيون في حد العملية، يعني عملية الاغتسال. ما ترفضك الجنابة غتاخذ لوظام قران يعني والمريكس الجنابة مثلا ثمطوث مثلا مثل الحيض النفاس تنفس بريمي ثرفاد من بعد حبس نظام النفاس ذاكيلة أحكام مفصلة. لذلك غادي الأحاديث كامل في هذا الموضوع. حبيت نتبع هذه الطريقة المنهجية أيسر وأنفع مباشرة، ولكن كل هذه الأحكام وردت في موطأ الإمام مالك كما وردت أيضا في الصحاح في البخاري ومسلم، وكذلك في السنن المختلفة في السنن المختلفة أبي داود بن ماجه والنسائي. ونشير إلى هذه الأحاديث عرضا. ده شو شرعا من ناحية الشرع الاصطلاح، ما معنى الغسل؟ معنى إيصال الماء إلى ظاهر الجسد كاملا، كامل ظاهر الجسد، مع أمرين آخرين، مع النية والدلك. مع النية والدلك يزمريون هذيك الشب يروح يدوش يخدم السبور، يخدم المية تشفي التيفي، سا ديبون احيانا العامل ينس يون يخدم البانتر ذا البانتر، يون يخدم ذا ماصوث، يون يخدم ذا فلاح، يون كذا. من بعد يبغى ديك سوكتي ذيني هذه دوش ولكن دوش في الحوايج النية انك تقصد فيفي تقصد دايا، ولكن ذاكي خاطئ. الاغتسال
وقي عبادة صافي لق النية وذا إلى قص مرويس ثلاثة اللي هو الدلك. ما معنى الدلك؟ معنى إمرار اليد على الموضع المغسول. وقي معنى الدلك يعني تساعد ضفوسيك عند تساعد الذكر ضمان تساعد ضفوسيك. ماذا قروك أمانة دغلي نسيلا دوش مثلا نغوين ذا فيديون نغ كل ذا شو مكيز دويش نغ ذكواسيف نغ ذي البحر نغ إلى آخره. ولكن أفوسيك إلى قد ذي التفاعمان باش تحكض سفوسيك أمكان عند تعدين ومان. صافي ثلاثة الأمور. الأمر مزوارو إيصال الماء إلى ظاهر الجسد، تعميم الجسد بالماء إلى قام نذي وضك الصورينك الجسدينك وكيذ الاغتسال وكيذ الغسل. الأمر والسين لقد النية ماشي ميون هذيك الشب ديال البحر كان كيكشم ذي الدوش ذي الشوشف وخلاص خاطي خاطر كيذ العبادة إلى قال ميز بين العادة والعبادة. والنية من مقاصدها الجزم، من مقاصد النية الجزم. حتى في العبادات يقول مريض زال طور العصر يا خير 4 ركعات واش تفرق النية إما يتوالس باش هذا يقضوا تظل طور العصر. إلى قد يخدم النية تقول طبعا النية محلها القلب. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. أتصعد النية باللي الطورة تزلط ماشي لما تقدر نويت صلاة الظهر ودقرارة وقيف حتى بوثي الوسواس ما يوني قركة توجور دايما قركة هذيك الشمل الوسواس هذه يغال هذه يهلك غطان أكا صافي النية تقول. الأمر والسين إلى قد آمنك ضوضناك الصورين كان مرة. الأمر والثلاثة إلى أفوسك هذه ذبع أمان عند لك مواضيع الجسد إلا ما عجزت عنه. أكينا مثلا يرثوياث أتعفوسي ثري وظل مداي ذايا أم بعد ذا قيد سعدي غفوسي وكا ولو بظاهر باليد هكذا أينو مزمرة ميتي توجور بالك في المنطقة تصوت غارة سلطة غاوني هالكن التفضل الزميرة ذي خمك الحركتين ذاكي الساعة الطرق أنت ديني من بعد يعني أمشي للزمر أذي يخدم صافية نفهم وقيل معنى الغسل. حكم الغسل واجب على المكلف عند تحقق موجب من موجباته. ذا الواجب في الشخص المكلف الذي جرى عليه القلم أقول ذا مشطوح مازال يبلص التكليف خاطئ وين غاس شوشفني مولانيس فتزدي كان باش هذه يزدي وباش هذه يولف تزدي ذا كان ماشي هذه قيمه كلا المدو ثلاث الهواء ومدو ثلاث الهواء يقيم كان خاطر لان مثلا لذلك نحمد ربي نشكر وكاين سلمان شوف الربط بين العبادات كيف من ثمراتها حسن تحسين الحياة، تحقيق هذيك المحسنات التحسينيات في حياتنا تزدي. كاين اون بارونتيز لو كتصورت شمط الدول الإسلامية التفض أما ذي المطارات تفض عموما أما ذي الفنادق كذا خامن ساعات توجور أمان يونيكش من بيت الماء كرمكم الله بيت الراحة إلا نوامان أتسرد أكا ويضا تفض أوتيل مش عارف إيش حل زيطوال 5 إيطوال نغاشو وليسعر أمان على بالك ذيك شميون بيت الراحة بالك كي تجندينا الكاغذني ذايا واش تزدي عموما نغثي كوال ولا شميم وين لقات سوا بابي مشواري يديك باش تزيزي ضيماني معناتها ما نهضر بلغه السيفيزم بلغه التربيه الحضاره انا بلي امان زيزديين لان يخامن غير كلمه لان تشمط ومان مثل ربي الله يبارك واش ذا فيدون بامان افيدون طاس هو كيف مشامل الاستجمار نهضر فيما سبق يوم ما الذي الخلا سواكال نغسو زورو سلكا نهضر فيما سبق في اللاس
ولكن ثورة إلا تاوي الحمد لله ثورة لأن ومان لأن تفضل الجوا معك الله يبارك سعان تاويل يخامن كيف لا وثاقي تكشم ذي الحضارة تكشم ذي التصرف ديالنا تكشم ذي الثقافة وذيني قرزن ذيني الهان مني بغا ديني وياض ونسارة ديناكي ما كان كون دين سلمم سانو قرذم قران ذي الكواتي الجانباكي تزدي خصن مليح أثا في كون سوالي كان كنشوف لا يشبح يرقم داخل مثل غير كا ستون بارونتيز تاقي نغلقها ثورة إذن ما معنى الغسل من الناحية الشرعية من ناحية الاصطلاح شرعا هو إيصال الماء إلى ظاهر الجسد كاملا إلى كامل ظاهر الجسد مع النية والدلك لا ثلاثة الأمور غير قادرين ولكن ند الحكم ينس حكمه الوجوب واجب يكون شرعا ماشي مستحب أو واجب التعليم نيقور نسي تمزي ما تقشيش ما تقشيش التعليم باللي ذي الواجب الزيز دين إيمان سن إذا توفر أو تحقق موجب من موجباته أو سبب من أسبابه سنذكرها بعد حين وربي لد وإن كنتم جنبا فاطهروا كما في سورة المائدة الآية السادسة النادس من ظرف الوضوء وكذا الأحكام يقول سنتد في الآيتين الآية الخامسة والآية السادسة من سورة المائدة ثورة النقطة في ثلاثة الحكمة من مشروعية هذا الغسل أي غير الشرع غادي قلق الزيزدي مما نقول لماذا؟ الحكم حكم كثيرة ومقاصد كثيرة من هذه المقاصد المقصد الأول وهو مهم جدا هو التحضير أو التهيئة أو الاستعداد لأداء العبادات المفروضة يون باش يعبد ربي مثلا الصلاة إلى قذيلي يسعى الوضوء الأكبر فولو كنا يقلان لا ذاكي نسايك الوضوء الأكبر يعني اللي عنده جنابه رفعها اللي عنده الى اخره وكذلك بالنسبه للنساء تمطث ما الى ثلاث الحيض ذي الوقت اللي الراجل في الزلاره في الزماره من بعد مي حبس الفلاس يذمن العاده الشهريه الى قد تدوش ولكن الغسل ماشي تدوش كان خاطر سمحتي على بالكم من الاسئله الغريبه اللي تلقاوها كاين بعض النساء والرجال يقول لك ما عندوش كاع هذه الامور تاع النيه دوش وخلاص لا دوش كان خلاص لا فقيد العبادة من العبادات لذلك المقصد الأول هو التحضير أو التهيؤ أو الاستعداد لأداء العبادة المفروضة إبراء للذمة باش الدمينك أتسيلي زديث وري قبل ربي تظل فيك ما إلا وساد الوضوء مقران يزمر يقول لسا وضوء مقران كاين الوضوء كان الوضوء كاع مشطوح خاطي ما إلا الزميرة غادي يرفض الوضوء الجنابة ديك الجنابة لسبب من الأسباب هذه تيمم مثلا الذكريون قبل الفجر إولا إما ورسا رمان نغلن ومان ولكن دي صماضن سورتو كهذه الشتوى نتسا إلا قاد يكسل الجنابة أمشي يخدم يسكا قيمة لما 9 على 10 هذه دوش يرفع الجنابة من بعد هذه الظل الصبح النغ يسعى افريد وايض ذا شو لا فافوري دي في الشرع التيمم فتيمموا صعيدا طيبا خاطر خير استيمم وتظل تظلث ذي الوقت من الصباح من الفجر ولا تجظل ما 9 10 أتظل ظل مثل دوشة ظل مثل الوضوء ليز وكذا وكذا صافي ثاقي التيمم ذي الحل سنذكر إذا كان حبيتم بعدين بالتفاصيل أكثر إذن الحكمة الأولى المقصد الأول الاستعداد التحضير لأداء العبادة تبرئة للذمة وذا الإنسان ما يروح يعبد ربي أذيلي على أكمل طهارة وهذه مهمة جدا يكون يسعى طهارة البدن من الصورة طهارة الثوب اللباس طهارة المكان شي الطهارة غير ثاير ولذلك كان ينسل من يتمثل أمشي غير حمل ربي
أمك الإسلام غي الزيز دي الصورة دي الكورنا غي الزيز دي قوم كان ندار أنا نخدم العبادة غي الزيز دي كوين نلسا كوين غي صرن ولكن وإذا ما كنا غي توصيغ في تزدي داخل تزدي بول خاطر ماشي كان تزدي كيل سفلى لا تزدي بول. لذلك الأمر يا جماعة الخير وهذه من مقاصد العبادات تحقيق الطهارة، طهارة الظاهر والباطن، طهارة الجوهر المخبر والمظهر. كاين المظهر هذه لزدي وكاين الجوهر المخبر أين فرن وين دي ظهرا. الرسالة وصلت إلى المقصد وايض اللي هو إعطاء أو تنشيط الجسد، إعطاء قوة للجسد. وسبحان الله أمان إخي ربنا في سورة القسي ولا باش الدس في سورة الأنبياء إنات أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أمان تسكن الحياة التجرى، تسكن الحياة بنادم الحيوان، تسكن الحياة من الجسد، تنشيط الدورة الدموية تفشل مثل دوشة أكدوها القوة أكرا ماشي هيك. لذلك تفضل سبورتيف لو قال يخدم له كذا إلى ثيثين إلى آخره من الميدوش يرتاح. أمان الحياة، والحياة مستويات. أما كنا غير يفوذ نحو جمان الصوضمان يكدوها الحياة يكدوها القوة الحياة. لذلك هذه مسألة مهمة، تقوية الجسد بالماء وثقي الوضوء الأكبر وزيد ذا الوضوء الأصغر، الوضوء قد صغير تصلي كيف وثاني توصل المواضع التي تحتاج فعلا إلى تنشيط. ذو ذميك ذي فسنيك ذي مزاغيك ذي ظرنيك يرتيف ذرينيك وقيد الوضوء كان أكدوها طاقة جديدة تتجدد. وثقي مقصد يعني من مقاصد الغسل أو الغسل. وكاين مقصد وايض وهو مهم جدا، تنظيف الجسد من الأوساخ ومن الروائح الكريهة. التفضيل ما إلا يعطلوا ذو شارع ممكن تدفغ الريحة اللي نتيذين تدفغ الريحة كريهة وتتغمو راه كان البارفان دايم البارفان، فبالتالي ما ديزدي كري ثقي ذا مقصد. وإلى المقصد وايض الحصول أو تحقيق محبة الله، خاطر ربي سبحانه يحمل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني كما في سورة البقرة في الآية 222 صافي ربي يحب، ربي يحمل تزدي، ولكن تزدي أمن الصورة وكذلك يحمل تزدي بولون مزديث ولون هذا شبحن وذماون. ثقي ما نطولش فيها خاطر مسائل يعني مهمة وتعرفونها جميعا. نروح الآن مباشرة إلى أنواع الغسل. الغسل أنواع، ما نغرا كل الأحاديث ديال موطأ الإمام مالك هذا نسوفر شغل مسانتاز يعني خلاصة كما قلت لكم بدءا من الحديث رقم 83 وما بعد هذا الرقم من أحاديث. كاين النوع الأول اسمه الغسل الواجب، وقي واجب يسعى 5 موجبات، وقي واجب فلنا كامل كمسلمين مكلفين واجب علينا كامل، اسمها الموجبات خمسة. الموجب أمزوارو وهو رفع الجنابة أو حصول الجنابة ميليون يلا سالجنابة إيلاق أذيك الجنابة في مانيس إيلاق أتيكس ثقي واجب في أقرب فرصة تتاح. الزمان خطر فيا ونسمح فيه ولا شامان هذه ذين فقي يوم بخام إلى الجنابة ان جون شاب احتلم مثلا ماذا يصنع؟
هذه الظل ستيمومة لما يسعى الفرصة، لما يسعى الفرصة، ما لو يسعى الفرصة الله غالب. على كل حال في تفاصيل يعني ربما نذكرها يعني في المناقشة، ولكن نكتفي بهذه المعلومات لتعرفوها جميعا. الإنسان إلى الجنابة إلى قد يرفض الجنابة فيما يسر. وقال الموجب الأول. الموجب الثاني بالنسبة للإنسان عموما هو تغسيل الميت. الموت ما لا يموت، هذاك الميت لازم يغسل، وجب غسله، وجب غسله أو تغسيله، وجب يتسلسل. زرم الأخوة، الحقوق الأخوة في الإسلام، من حقوق الأخوة في الإسلام ما يموت يون السجنغ إلا قثن الزيزدي أثن السير نخدم الغسل ذي نسلم. الله أكبر ثقي سبحان الله باش هذي روحك اني زدي مي قلا يدوني تنسى السير ذني مانيس، ولكن ما يمثل يكون في السير ذن يتسلسى وقي من واجباتنا ومن حقوق الموتى الميت يتسلسى. لذلك يا جماعة الخير لابد أن، وهذا فرض كفاية على الأمة، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. شو المعنى يسير دينا فرض كفاية؟ ماشي إلا قا كلمان لا غنسير ذي الميتين، مي لا قال لي نسجنا وقال يسير ذي الميتين، صح؟ ثورة ذاكي من ساعتين ثلاثة سير ذي الميتين الله يبارك، هذه يمثي ونورث السير ذي نروح للسبيطار كينا يا واغ السير ذي من الميت. الدنيا كوني خاطئة ونكوني جامي وسيقارك تسقواذا وسيقارك توحشة وسيقارك كيني تغنفوغ وسيني كيني توحشة وكوني مش سيني يا. لذلك نعم ديون واس لنا الساقي ثذرين تفضيل لا يون يتوسن يسير ذي الميتين يون ذي قرقازن يون ذي ثلاوين يوث في كل ما رغب نوكاداكي سي ان بروبليم، صح؟ ولا نبليك السجنة وقاعد يتسوالين الخدمة ياكي شغل الساعة القيمة والساعة لاجر ذا مقران وين يزيز ديال يماس الميت يموت يماك زيز ديال. وإن كان الحمد لله هذه السنوات الأخيرة تصق سلما الحمد لله يعني لا بأس، ما ذي الجهة قرقزنا ما ذي الجهة نتلاوي ناو ديون واسقف انت الدرث سراجون يون يسير ذي الميت ولا شيء يغاف ياكو. الور من بعد قرنسا بنوار يناسني وتقرصا بنوار تفتصتيو اديستونس هكا روش تكنسوتيو والسلام. ماشي كيخدم المدة ماشي بنوار تقرض كان كترص لا يسعى الحرمه يسعى كذا يسعى كذا. وطبعا ثوار الحمد لله وكذا كيسعنا يعني نياكي حفظا امشي السير اذن الموتى. يقيم الاستثناء بالنسبه للشهيد الشهداء خاطئ. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح شهداء أحد إناس أدفنوهم في دمائهم. الشهداء ذي أحد إناس انطلفتن سيذا من نسن معنى وتسيريذ نارا. الشهيد لا يغسل ولا يكفن سلفسان ينسكن كني ولا يصلى عليه ميم تظلت خاطئ. نعم. لذلك ثبت في رواية أخرى الحديث الشهداء أحد عند الصحابة ولم يصلي عليهم أوري الظلر فلس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حكينا غد المجاهدين أنتم مرت الجزائر إن في الشهداء مريمث كيس خدما أثنطن كان كيس لبسي صوبالطو يس جاكيت أكني قلا ورث السيريذن سيذامني ساكني أرى يروح. نسأل الله أن يرحمهم جميعا. صافي. الموجب الثاني الموت يموت يون يتسلسل أثن السيرد أثن زيزدي السيرد وسنسلسل بساتا شبحان الكفن ونزال فلاس وثن نطل ثمير الليث ذي الأخرف وثقي ذغني عمل نظن خطر وياض وسعينار الأملاقي انطل الميث هذا عيش مكاش 40 سنة 30 سنة الدونيث قال آخر مين كوني خاطئ خاطر ممكن نومنس حاجة اسمه الإيمان باليوم الآخر نؤمن باللي أدي سواس وكذا كي جموثان عزيزيت فلان غاثن ما قالك ذي الآخر إن شاء الله. ولكن السيري ما هم يقال ذي الجنة إن شاء الله تعالى.
سبحان الله الآية اللي دينا ربي سبحانه كما يئس الكفار من أصحاب القبور. شوف الآية عجيبة، جزء من قوله تعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور. خاطر الكافر ما ينطلبون عزيز فلاس في غيظ شغل داين يويس ولا شتي من الليث غادي يوصل الصرغن هذي غادي غيغذا داين من كل خاطئ شغل ما كاين غاس غي غاضا نديرو فلاس ما كاس نقار 3 مليليث الى اللقاء ثورا نفرق 100 ياسيون وسن مليل وربي يدي القرآن أتى أمر الله فلا تستعجلوه وذي الحكمة قارن كل آت قريب أين كاد يسني قرب معناه لا في إيترنيل الحياة الأبدية ماشي تساع ثقي مؤقتة الحياة الحقيقية الدائمة ما نمث ذينا أرث ثذرث ثم قرانت الحياة المؤبدة. لذلك نسأل الله أن نكون من أهل الجنان. السبب الثاني الندوة. السبب الثالث الموجب الثالث هو الدخول في الإسلام. ما يقولكش مد الإسلام ذا جديد هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شو هذا يلا راح تخمض الغسل يغتسل وطبعا كنا ماذا بك الإنسان يدخل الإسلام ويبدأ في الصلاة هذه الزلغة ويسينا الفاتحة ويسينا يسعى لي فافوره ماشي المعنى اسمي ديك الشمكان قادي لي صوت الفاتحة قادي يقوله الله واحد تساوي العقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن سيد داين دين سلم تجري عليه أحكام الإسلام وأول حكم بعد الشهادتين هو الاغتسال ملاس طهارة طبعا وين يخدم الدعوة يسفهم ثورة حد زيزطي مالك سيدي فرق دين سلم أتطبق هذا القانون اللي قلان يعني في نسلمن مرة وذواقي نعم الاغتسال هو للدخول في الإسلام ماشي لهذا العبادة ثم مازال مباشرة أول حاجة بعد الشهادتين مباشرة هذا يروح يغتسل ولكن الفقهاء سبحان الله شوفوا يعني الترخيص يفكان إن كما إلى الحرج ويستوى برثة مسلت عادي جيت من الميق يروح هذه الظال إناس حبس الشهداء ذين سلم تجري عليك أحكام الإسلام ولكن هناك واجب متعلق بأداء عبادة الصلاة إنك مما ذو رمضان هذا يظن بلا ما يدوش خطر ميم يكون تفضيوني لاس الجنابة صيامه صحيح غاسول يدوش راس كامل سنين رمضان يصحى خاطر ماشي صحة الصوم لا يشترط فيه الطهارة الكبرى وهذه من شروط الكمال ماشي من شروط الصحة خاطر الفقه لهم يقارن شروط الصحة يعني باش العبادة سيدي الصحة إلا قد خدموا ولهم يقارن شروط الكمال فبالتالي إذن لدى ترخيص آخر ديال الفقه إنا كيما إلا وريغارا اللوضو وري خدماتها الكبرى يبغى يتظلف إناس الظليت ستيمو هذا يسد ديون دا جديد ذا أمريكانيين غادي إنجليزيين هكذا والله كان دي زيتاب السنيني الكمال في شمض الإسلام تدوشت الزاي الحال نقول زميرات نقنع كذا ما كاش مشكل أصل نروح في غالب يونسي غنساعتنا شحال من كذا حصرها نسلم ونتظلم ونساعتنا ولكن لا إله محمد رسول الله تساقي تسالو تسديك الشم الإسلام داين ولكن هذيك الشم ديال المعصية نسيسع لي سيركونسونس اتينيونت يسعى ظروف مخففة باسكو ذا جديد يعني نهضر في قديم ناقي يسعى 65 سنة جامي يخدم الطهارة الكبرى جامي سدويش ما يفكر البحر ديال البحر تيكزيت نهضر صاصفون يزاز ديمانيس ما تفيضو يفور الهواء لا كان ومازال نورمال شي قاردين نسلم نورمال ومازال اكي ناقش وكي سقردش وكي نيرنا شو نزالي ثقيل ولا شو هذه الصار ربي لذلك لا نوقع ذاك ساعه ندي نسلم دي جديدا ما روحنا لغورنا ثروي شحال يسعى الحالات يعني عندها تفض سمحيين يون مثلا ذي غيثارو ميث بارتيك شمل الاسلام اتفدوا لا براتيك سوا
انت تشتي سقار ينسلمن يجمث ولا كيشتي هناك ان كان قد تجد تشمغ الاسلام اللي تصارهم يتسقاو يتسا مسيحي في غتظل تزوم هكا مي واقي تصرفنا كان غلا والله راه روينا يعني روينا الي روتور ربي يهديهم ذاك كان الدسترومي تتسنقد يجمثنا نيك يروح نسياقي يروح سيقي دين السلم دوريجين دين الكوادي كلش دين التاريخ الجدوديس وكذا هذه يوضر دين طارو مثل نيكور ابرات السنقاد ديك تسنقاد دينا تفتين السلماكين ون يقوا ديال الظال يتوزمارا الى اخر ما تعلمون ولكن ما الا غير السلماكي ذا جديد الزميلات نقنع روحاس الى سميت في التظليف اما الا من زات خويا خدم ستايمو من بعد قد يسين الاحكام تجارة كانك هذه تعيش كان سلي فافور لا ماذا كان لا لابد من ضبط هذه المسائل الا الموجب وايض بالنسبة للنساء الحيض أو كذا النفاس ويصير بعد الحيض نعم يجزي بارك الله فيك ما لا يشوشف بنية لا العلماء دينك يجزي خاطر يشوشف باش هذه الشهد ولكن ما يدوش كان نورمال سيني خاطي وين تسدي كان يزدي باسكو من 100 برا ذمينك بالنية إذا قد النية انما الاعمال بالنيات ولكن غادي بين قوسين وكذا جديدا الاسلام سعن دي فافور سعن رخص خاصه نثني رخص خاصه جدا خاطر الموضوع خطير خاطر بعض الناس يلزمونهم حتى بامور ربما يعني يتعذر باش نذكرها هنا امامكم في المناقشه ممكن نناقشوا ان شاء الله الطهاره من الحيض بالنسبه للنساء ثمت ثلث الحيض كما في سورة البقرة الآية 222 سعى للرجل الإنس يعني العادة الشهرية أبرم من مين قطع عنها الدم انقطع دم الحيض خطر النساء يعرفوا الفرق بين الحيض والاستحاضة الحيض هي العادة الشهرية عادة تكرم كل شهر بالنسبة للنساء اللائي لم يئسن بيضنطر مينوبوز ديكاداكي لذلك ميم سبحان الله ميم ذوين يعني احكام الطلاق وكذا ربي ربط العده بالحيض مدينا ربي سبحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده شحال تسد الله النظام سوره البقره والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ارجزمي فرايت الطوثيس ذي ابيبر 3 شهور تصورنا على كل حال 100% اقل من 3 شهور يعني لقات داس 3 فوا للراجل الحيض مزوارو بارتيزدي الحيض ويسين تيزدي الحيض ويس 3 موتي ديرارا قبل تيزدي التغال طلاق بائن بينونه صغرى ذي لا بيريود داكين الحيض 3 فوا وكي قرنص طلاق رجعي يزمرات تيدير بلا الفاتحه بلا ثعمم بلا والو ولكن لو كان هذا عدين 3 حيضات هذا عديت هذا يغال طلاق بائن بينونه صغرى باش تيدير الا قات يخضب الخضوب كاع جدات وإلا قات يدفكني ما والنسوات قبل نسات وإلا قاس غير الفاتحه وإلا قاس يفك لا دوت ثعمم تجديد وللاسف اذا غتصل غاشي والله بيبريكانا بيبريكان لا فاس نورمال ساقيت سيد حاله من الحالات يفرس يعرق كل حسابك ويجي نسلمي نورمال يتزال يتصوص الناس شنو يا اخي ماشي دا جديد ماشي دوبل في يقرا كي نسلم دوريجين خاص وصدر باللي في الرؤيا ساعه اين كنا ندموا الساعه دار النيه ماشي كنا ندو كذا شحال الفريض ماشي واحد 35 بومرداس ديريكت يعني واحد وكاين يشفى يمشي كني في كيداس وشفارك كل شيء بيبري بس مطوطيك شفان يفراي اكورد النص قسمي جوجا واحد يبدا رافال سكيمار اباري واحد 4 شهور يراي ناس تبدا من الحرام سن بعد 4 شهور سي بون لي جون يعني الطلاق اصبح بائنا بينونه صغرى بمعنى الا قد تروح تخضفض من جديد وقت يدفكان ما تقبل ويرنو ثعمم ثرنو نيشو كاين كلشي تناكل فرضا يمكن الخلطه ربي ربطي تساقي خاطر امر ظاهر في التمطوط ظاهر
سبا ثناك حائض ابريز ديث حائض ابريز ديث عاسي ريسيد قبل هذيك فون تروا حيضتك، ولكن مولاش داين صافي دير ثوال الطلاق بائن بين صغرى والسلام. ولا يجوز غاسو تفرار ذي الكاغ ذاك نسفري غير بارفوا جوستيس يمين كل ذي نسلم من غدا غنوغال ماذا فهمتش الخلطه للاسف. المهم ماشي موضوعنا باش نطول ذيكس. تمطوث 9 للراجل الحيض ينس، ولكن لا تلونك ساعه ثمن كثار من 15 يوم كثار 10 ايام مع استظهار 3 ايام 13. لا التفاصيل ولا قرط ولا فاست خاطر مش الوقت هكا يروح الا يقارن دم الحيض يعرف بعلامات يعرفها يعني يعرفوها النساء عموما. ما الى ذاك الشم دم الاستحاضه لا يستوجب الغسل خاطر هو دم علة وفساد. الا ذاغ الطهاره من النفاس ثمطوث مثل ذات تسعون يثمن من المزديث ولو كان 3 ايام 4 5 10 20 40 بعد تسحباز. اذا الذي يسن بعد ذلك يعتبر دم عله دم فساد. مزديث سيذم من النفاس ذاكي إيلاق أتخدم الغسل كيف نتمسلاي. إلا نوع آخر اسمه الغسل المسنون، غسل نتاع السنة وقيم السمكة الغسل الواجب 5 ثورة الغسل المسنون يعني السنة باش نكلاسي كل يوم كانيس في غادي ناكل كل مرة يقول ديال الأحاديث خما على حساب لو كنت تداوك أحاديث كثيرة الوقت صغير روحا ناس حصة واحدة خميس سنتاز إن شاء الله هنفهم، وثاني بطريقة منهجية نرتبوا كاع الأحاديث وندخلوها في هذه الضوابط بهذه الضوابط المنهجية. الغسل المسنون أي الغسل للسنة أم زوارو الغسل للإحرام يولي يروح أدي حج غادي يروح العمرة يخي لا الركن مزورو ذا شوث أما ذي الحج أما ذي العمرة الإحرام من الميقات هذه اليوم سيون مجموعة إن شاء الله تروح مياكو كما مثلا ما نروح ياكو إن شاء الله يلا نلاكو زدي ثاكو أم بعد أزكى صباحا ديماري نروح نبض الميد الميقات نروح الجزائر سيلزا نروح المدينة المنورة سي المدينة المنورة نقيم يومين 3 أيام نبضر بيار علي ذي الميقات المكاني ما نروح الطريقة ياكي ما نروح مباشرة إلى جدة الجحفة معنا غير طفل حال دقني وشماري التفاصيل ياكي المهم نبضغ الميقات لا نوقد هنا النفس كيني وتدويش غير اللي ونخدم غير السنة إلا النفس وايض يخدم السنة. إذا الغسل للإحرام إما للحج أو للعمرة هو السنة فهو غسل مسنون ماشي واجب. هذه اليوم مثلا سمحي يقول هذا تيجي الكارنة تيجي كذا يعطلك مثلا يسمع القوة الغشي يا خويا السيري دار وحجك صحيح وإحرامك صحيح لا يقدح في شيء. اتفقنا؟ الله يبارك. كذا يعني النقد بالإحرام إما للحج أو العمرة كيف نعم. الميقات بارك الله ولساعة هذا شكرا بارك الله فيك. يقول مثلا يبض إلى المدينة المنورة يقيم يكتب يومين 3 أيام 4 أيام باش يقيم ذين من بعد حين أزكى أنا نروح نركب الكيران نروح إلى مكة المكرمة والإحرام نخدم ذي بيار علي يعني ذو الحليفة ذي نخدم اسم الإحرام لنا التفضيل ماذا بيك باش نربحها كل وقت خير ندوش وكي ثقامي النظ ندوش ونلسميم لباس الإحرام لأنه الإحرام ذا النية ياكي ماشي ذا اللبساني بدليل ثمطوثة تقمس اللبسايس المرأة تحرم بلباسها إنما الإحرام النية من بضذنا الميقات ميم اللوظة مشطوح الساعة وذرة خاطر ديجا ثوض اللوظة من القرآن يعني تخدم وكي غسل مسنونة خاطر مادام ما عندكش جنابة ما عندكش موجب من موجبات الغسل إذن فالحرج عنك مرفوع. وقد بينا الآن موجبات الغسل الواجب وكي ذكرناه الآن الغسل المسنون ميم اللوظة مشطوح الساعة وذا باش نربحوا الوقت ممكن 3 4 دقائق نروح نصلي ركعتين
ذينا ذي الميقات الجامع المسجد، ونبدأ نشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، فقد أتينا بالركن الأول من أركان العمرة أو من أركان الحج، ورانا دخلنا في النسك. يلا إلا الغسل، وهذا غسل يوم الجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا قد الأمر. قلت لكم في يوم من الأيام باللي كي نقراو اللغة العربية نلقاو باللي الأوامر يعني ترد ب 16 المعنى، ماهوش كل ما يأتي أمر مع انتهاء الوجوب، لا، كاين صوارف تصرف الأوامر عن الوجوب، إما للاهتمام والرعاية، إما للاستحباب والندب، يعني يدخل في مجال من المجالات، وهذا أمر وعدناكم به إن شاء الله وسيأتي بيانه في الوقت المناسب. ولكن ذاك يقصوا هذا كمالا فهمت، والفقهاء فهمت كمالا، وقصدنا يوم الجمعة ماشي غسل واجب، لن توردينا غسل الجمعة يون ميسر أموره هذه يروح هذه الدوش سني باش يعني يوم الجمعة يأتي صلاة الجمعة ويغتسل ويجي غسل السنة مسنون، إما لا يون ظروف ينسو السمح ترى ما يغتسلش لأنه سنة. إبراهيم النخعي اسم دينك ما كانوا يرون غسلا واجبا اسم سلاي إلا غسل الجنابة، هذا ما كان، وكانوا يستحبون غسل يوم الجمعة، والحديث أخرجه الإمام البيهقي وغيره. إذن باش نفهموا باللي ذاكات كلاسي ماشي عندنا، ماشي من غير حديث يجي في اللي يغتسل معناه كاين إهمال كي لقى دوشاغ وكذا، لا هذا غسل مسنون وليس واجبا. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابين الغسل يوم الجمعة سنة، وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وغيره، والإمام البيهقي والإمام الحاكم في مستدركه وغيرهم، كلهم رواه هذا الحديث. الآن هذا الغسل المسنون، ثم نكمل النوع الثالث اللي هو الغسل المستحب، اللي تصيق الآن يعني منها يوم العيد. يوم العيد يندب باش الإنسان يغتسل بعد صلاة الصبح، هذا من باب الندب، ولكن المقصود هنا قلت يوم العيد، لذلك الفقهاء قال لك ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل، يعني ممكن الإنسان يغتسل هذه خدم لا دوشا الغسل قبل أن يصلي الفجر، العيد مشطوح الله يتم قرانت، أما كان دا يزمر قبل أن يروح صلاة العيد، يعني بعد صلاة الصبح وقيلها هكذا صافي، وقي غسل مستحب يشم ذي باب الاستحباب، نفرقيت عن الغسل المسنون. نعم. يوم الجمعة سنة مما أول الفجر وقيام ماذا بك بعد الفجر خاطر إظلت الغسل عادي أو غسل كالجنابة؟ لا ما عندنا نهضر في الكيفية. بارك الله فيك، سؤال مهم. ماشي كان لا مباشرة، تخلص الكيفية التي سترد بعد حين، ذلك أحسن، وإن كان عندكم في الفقه يعني في الأمر ساعة ما يلون يشم البحر مباشرة، يخدم كان يشم ذي وثكا ذي بغمس داخل ودي فم خلاص يخدم الصحة ويخدم تعميم ظاهر الجسد بالماء، وقد قلنا ذلك، ولكن لو ينقصن النية تخدم ماري صوتي كان كتخدم ولا كان يجري تسمورت ودير مع الدلك، يعني دلك الموضع المغسول. إلا كذلك هذا الغسل المستحب قبل ذلك شباب مكة طبعا لغير الحائض والنفساء، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، خطر مكة ساعة الحرماس ساعة مكانيس ذيني قال المسجد الحرام، فبالتالي يستحب لما تأتي الشم ينيك ولو ماشي كان وين لك الشمس الإحرام، كان باش لك مكة، على بالكم يروى عن بجاية يقول اسمها مكة الصغرى، يليون الفيرا كني قبل كنت ذيك شميون فقايث سميت له فقايث، يعني شرا دوان وساني الهان ذينا ريزيز ديماني سادي غلوظ قبل ذيك الشم، ونسيان كون يكرم تذرين ومازال رسا بعض أي نظرية مازال ثلاثة خذ من ثالة قبل الشمضة ثدارث الساعة تزي مغار مزيح يعني يكون يكشم تدارث النغ، أما ذا بك هذه 5 الحوايج، حاجة مزورث
هذه زيز ديمانيس هذه غلوظ وكني خير وفي السناث تاكي ماشي السنة هذه العادة في السناث هذه الفاتحة الحمد لله رب العالمين بزيد ترس في بعض القرى ثليوث القصفون وتتقرر من باب باش تشمل كان أصفون قبل تشمل مدينة في فوس حوالي 6 أو 7 كيلومتر سقساغي مغارنيك مازال ترس ورنا شو تحت منارة يون وسكر وحار ذي المزرعة وقداني ديس الإخوة كاش واحد مرافق يذكرني إلا وقلان ولا شو صفى سني وقيل فبالتالي ثمسة تقيث لها ناس محثي كاين غريغ الشبيه ربي مثل درتون تقرا من الفاتحة نغرت جماعة من بعد نغلظوا ديالنا وغلظوا كاملا وروح اخذ معصم الدرس طبعا الأمر ما تاخذوش هذا الكلام يقطع يتصل نور الدين مداني الشيخ كريم اي معليش سمحت لي الله غالب داينا عيا قواس الجمعه بغاك نكسر شوط الايزاماكي من الله غالب طوقات يفهميون باللي الا قات الشمطه دارت البدعه لا 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 خويا ماشي البدعه ماشي وتخدم راك الشمع عجبك انت تبغى داك الشم كان ولكن فغادي نغبي الا وين يشم ديال التحسينيات يا اخي الشرع لانت الضروريات لانت الحاجيات لانت التحسينيات وفي باب التحسينيات الله يعينك نوع واش المهم لا تعتبرها عباده فقط ذلك ماشي العباده ولكن دين لها ولا عادة ايضا طيبه جدا ولها جذور ممتده الى شرع الله عز وجل وكذلك ذا الغسل المستحب الوقوف بعرفه ولو للنفساء والحائض الوقوف بعرفه ثقي حديث ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ويدخل مكة ولوقوفه عشية عرفة ذا كذلك بعد انقطاع دم الاستحاضة ماشي دم الحيض دم الحيض ثاني غسل واجب مثل طوث ما إلا يسلسل دم الاستحاضة اللي هو دم علة وفساد يتسد مثلا بعد انقطاع دم الحيض لا تلونك ساعة الدماغي وطبعا المرأة المستحاضة تصلي وتصوم وتؤدي سائر العبادات خطر دم وعلة وفساد ذاكي ما هو الغرض فقط لإزالة النجاسة باش تزيد يمانيس هذا ما كان وقلنا من مقاصد ديننا الحنيف أنه كان يحرص على الطهارة طهارة البدن طهارة الثوب لباس وطهارة المكان موضع وقبل ذلك كان حريصا على طهارة الجوهر طهارة القلوب ثم نروح مباشرة إلى فرائض الغسل يعني باش نربح الوقت فيما بقي من زمن ذاكي نجدها في الموطأ بدءا من حديث رقم 98 وما بعده اللي هو حديث عبد الله بن عمر وقد قلت لكم نعطيه خلاصة ما ورد في الموطأ من أحاديث بهذا الشكل المنهجي باش يعني نستثمر الزمن بدءا من حديث رقم 890 وما بعده اللي هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفريضة مزورة الفرض مزوره هو النية إنما الأعمال بالنيات وربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والنية ذنساسي ذي الأساس كلش أي غير باش نميزوا للتمييز بين العبادة والعادة والنية من مقاصدها الجزم والتفريق والتمييز بين العبادات والعادات ما يلونوا هذه يدوش خاطر تيدي عرق وكذا راح يسمس يدوش يزيد يمانيس اما تفض ذا اللوض وتفضيون يسعى اللوض ولكن اذا روح هذه السير يمكننيش دي تسوغ عقو العادي سيدي فاسنيش يضرنيش وكذا ولكن ماشي بنيه الوضوء الوضوء العباده ولكن ثردنا ماشي العباده لذلك النيه ذا الفرض طبعا ومحل النيه القلب هكا القلب نسى يعني لمحل النيه والنيه غاوند ولي الهرف ندم يتلفظ بالنيه خاطر هذا باب من ابواب الوسوسه ولكن نويت الوضوء لاداء صلاه العشاء هذه هضرك ومن بعد هذه يغال تكشم الوسواس هذه يغال ذلهلك صافي ماذا بك دي قرار النيه ولكن ما يليون هذه لو دا يغلفيت يعني يجوز التلفظ بها مع الكراهه
والحديث الزرام لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. وطبعا ذا شيء ينوي أداء فرض الغسل ورفع الحدث الأكبر وكذا عند الشروع في الغسل، يعني ميدي حضر هذه يبدو ذينا النية، وماذا بك النية ورافقه وثقسين بعد في موضع آخر، ولكن العبرة في البداية، العبرة بالبداية التنويض باللي ماشي لا دوش نورمال تخدمض رفع الجنابة، تخدمض الوضوء الأكبر الطهارة الكبرى إلى قتل النية. الفرض والسين تخليل الشعر يعني ينك اما ذا الجزمة تمطوث عند صب الماء ما الى غسر ذاك ومان ما كاين ما الشعر يكون كثيف قليل لا يهم، المهم الا قد تشمض يعني يضوضاني هكا الشعر تخليل الشعر عند صب الماء. الا الفرض ويس ثلاثة ذا شوث تعميم ما قلنا يصال الماء إلى كامل ظاهر الجسد، وتجد الفرض إلى قيك الصورينه أتصوضن ومان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت في حديث صحيح ثم أفاض على سائر جسده، يعني تبين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، تبين الصفة. طبعا هي زوجته تعلم ذلك يقينا، تقول ثم أفاض على سائر جسده، ذي رواية أخرى في الحديث ثم يفيض على جلده كله، الكل يفيد الشمول والاستغراق ياكل كامل الجسد. وكذلك نبهنا العلماء إلى أنه هناك أماكن تحت الإبطين مثلا ذاك الدوث غروطيك السرة نيك ولا قرب خاطر كل ما كان سمحتي المغالاة والغلو والهارة ماشي بد ما ذكر ذاك ثيمي طاقينس السرة ينس لما بجرح ينس لا، التطرف مرفوض، وسط بين إفراط وتفريط. وكذلك تحت الإبيض وكذا أماكن يعني مخفية الإنسان ماذا بك يجتهد باش يوصل إليها الماء. ويص 4 الدلك ولكن مع القدرة، يعني أن يضيف فيه أن يبضيف فيه، فإن عجز عن الدلك اكتفى بصب الماء ما يلو يزميرها نغ قد يخدم تصرفيط تسيس الخسلامان وتطفاكي يعني سوفوسيس ينفسك هذه يخدم الخدمه اللي يخدموا فوس تلاقي داخلها. اماكن يجوز الاستعانه بشخص اخر، ممكن مثلا الزوج لزوجته مثلا يستعين بعادي الامر يعني نعم ممكن غير الحيض مثلا يفتي كلها الانسان مولاش هذه يسرح كيما ثورة ما الله دوشي قلان الله يبارك ثورة ذا غلات لي بروسني الا تاويل ثورة الا تاويل مليح الحمد لله هذا نقرا التاويل ماشي من قاد مساكيت كديني بماري بس يعني واحد يظل في الجنابه الا يظل في الميت نسيلس الجنابه تسقي قا يظل يكس الجنابه سواما بذفل خاصة كان يموت ماشي تصير سواما بذفل معناتها يروح سام كان عندها امان بذفل يعني سقينا كني ينبم ذو كذا مشطوح يكس الجنابه سواء بمثل يوصل لنا ما وهلي شغل يعني ولكن كان العزائم هؤلاء اصحاب العزمات. طيب سيدي ربي يقدر خير. الدلك الفرض ويس 5 اللي هو الموالاة مع الاتصال زمني، لازم الاعضاء كامل تغسل بشكل متتالي. وطبعا ذاكي العلماء هضروا بين التفريق اليسير والتفريق الطويل وكذا، ما الا الزمن طويل لعذر مقبول ما الا ماشي لعذر ماشي مقبول وكذا الى في تفاصيل. ولكن الموالاه تاكي واجبه ولكن بشرطين ساسين شروط. الشرط الاول هو القدره، الشرط الثاني مع الذكر، خاطر ما يزمر ما يزمر الا الانترفال كي العضو كوايض الحرج مرفوع ان شاء الله. وكذلك الذكر ما الا ستثقتسو لا حرج عليه. ربي ناد نسيد الفقهاء استنبطوا الشرطين من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث صحيح حديث ابن عباس. بمعنى نجمع سنه الايه ثقي لا يكلف الله نفسا الا وسعها تضيون ذا موضين وريزمير لا ان دي الصوت ذايا
فيك الفرق باش تزمرتيس ذا ما إلا يتسو تاثوث النسيان يسعى الأحكام ينسو الحديث سلامس إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ثاثوث الخطأ الغلطة والنسيان ثاثوث وما استكره عليه ما إلا تحت الإكراه والحديث الصحيح عن ابن عباس. تورا نهضر في سنن الغسل. سنن الغسل تاسيقلان يعني أهم هذه السنن ثم زورث غسل اليدين إلى الكوعين قبل السير ضفوسيه غل الإناء وكذلك مما صلى دوش إلها تسير قبل فسنيك ذي مزورة. بعدين المضمضة طبعا يوث تجزي وما إلى ثلاثة هذه السنن ولكن ماذا بك نهضرت في الأحاديث أني الوضوء هناك وزرارة أين باتت يده يعني شرحنا هذا في موضعه فبالتالي وهذه اليد هي اللي معرضة للميكروبات وكذا إلى آخره بدل ما يزوي قيس الرفاسين 3 مرات ثقي من السنة في سنة المضمضة يعني إيمي ثقي نظرة في سنة الاستنشاق يعني جذب الماء يعني بالنفس يعني بالأنف بالنفس اللي في الأنف في صرفة الاستنثار معنى طرح الماء من الأنف أيضا بالنفس استنثار وماذا بك الاستعانة بالشاهدة والإبهام هكا بالشاهدة والإبهام أنت الشاهدة سي اسمان صدق في السمان السبابة هكا سقرنا لا هكا سبحان الله شوف دقة الفقه إنك ثقي تسقلني يسديني مسمان السبابة هذه جارثورة الثورة يعبروا عنها يقول ما يحل في الآخر هذه هكذا أبرم بعض الصحابة يشمل الإسلام بعض القرن اسمها الشاهدة ما إلا أنزل نكستاقي ثاقي اسمها السبابة تقيم كان السبابة ثاقي خاطر سوفوس أيضا أزل الماض تخم ذاك أمان هكا سوفوس يفوس في ذيكلت ثاقي في ذيكلت هذه تسمى في ذيكلت هكاكي تخم ذيك السمان بعد وقد عاون إيماني ولكن متخذين مضار لا حرج تخم كلاما بالنفس تطرح الماء بالنفس ولكن ملي حتستخدم ضفوس يعني سين ضوضاناكل ابهامك السبابه ولكن ثقي فيما اعلم اسمها الشاهده خاطر يغر شوف الذوق الحذاقه وثقيمه كان تسقال نيس لا تشهد نيس فهمتوا يا جماعه الخير يلا ولكن يجوز باش تضم السبابه لا حرج كتب الفقه عامره تقول السبابه عادي المهم فهمنا ثقي ولكن مزيد من الذوق ثيس 5 السنة ثيس 5 مسح سماخي الأذنين يعني ولكن بدون مغالاة بدون غلو خطر أيغر زرم ذاقين سعى الخطر كثير تصيق هلكين السبة يمور السنة ذا الوضوء يعني عندهم الغلو أبري تشاروامان وكذا الصماد نار داخل الماء هذا يوال مسكين السمع هذا سيروح لذلك لازم الإنسان يتجنب يعني يتفادى طرفي النقيض الإفراط أو التفريط وإلا بنادم هذه يخدم كانت تشوف لا سيتادير وقت ذا فرط ولا قبل ماذا يعني يفرط يغالي يمارس هذا الشطط في حق نفسه وبعدين هذيك الشمامة لما دخل حين وثقي ذا مدخل آخر الوسوسة ونسعنا كذ يغالي على محمد رسول الله يعني سيمانيس ذيم كلش هذه قيم دائما الشك وكذا تفضيون بس يونيك كي نروح نصلي الجمعه وكان بالجنابه ورفع الجنابه كي وصل داخل المسجد قال لك تفكرت فيه بقعه هنا ما وصلهاش الماء وطبعا ما صلاش بالخشوع مقلق بعد صلاه الجمعه راح عود لا دوش وعودها ظهرا رحم بابك هذه عباده هذه لانه راك تقول الشيطان مرحبا بك اهلا وسهلا ندير لك مركز معسكر كازرنا عندي اسكن عندي تولي حياتك كاع مرض بالوسواس وهذا الوسواس خطير جدا. الان نكتفي بهذا نروح مباشره الى مستحبات الغسل منها ثم زواروث الغسل في موضع طاهر مثلا قم كان زدين مما تفضيك ولا تفضيوني ضيق كرمكم هندث للفيسيني بيت الراحه هذه نقرا كلش يجوز هذا مكان مفهوم خدم كان التاويل باش ما يطايرش هذاك الماء اللي عنده يعني موسخه هذا مكان
ما في فضا كان البيت الراحه واحد السم كان لا دوش واحد كان يخير إما إلا ولاش تضيقض نغفض كان وين كيتوفض يجوز لا حرج ثقيك الشمس في ديال المستحبات وريك الشم ديال الواجب وريك الشم ديال المسنون الشم ديال المستحب يعني طهارة الموضع ثقي مستحب أمزورو المستحب والسين التسمية في الأول ماشي النية لا التسمية ديال بسم الله غرض المرة اللي فات حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وفي رواية فهو أجذم وميم يكمل الحمد لله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله البداية أي غير ما تسمى المشايخ وكذا واحد يفتح المجلس يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله منين جابوا هذا الحمد لله هذه ربطوها بالبسملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الأول كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله فهو أبتر والحديث واحد آخر كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم أي فهو أقطع والحديثان صحيحان إذن ولكن داكي التسمية تقول بسم الله في البداية ثقي أمر يدخل في باب الاستحباب الأمر والثلاثة استحضار النية وبقاء يعني بقاء النية ملازمة النية خلال الغسل إلى نهايته إلى آخر الغسل وكي مستحب ولكن الواجب هو إبرام النية مع بداية الغسل وكذا الواجب نكفى ولكن إلها تقيم النية يذيك ألم تفكض الغسل وكي مستحب إما ثروحاك لا حرج ولا ضرر ويصربع السكوت أثناء غسل الجسد إمرار الماء وكذا وكذا وإيصال الماء إلى ظاهر الجسد كامل خطر عليه ماشي واحد يغتسل ويهدر تليفونات لحو ما كل شيء لحو خطر ودارمين في الوضوء يعني لاحظتم يعني بعض الملاحظات واحد يصل ويهدر ويحكي ويقصر وكذا نكتفي فقط بالمطلوب مثلا كرد السلام وقيمة عادي واحد إذا كان عطس راك تغتسل وعطست تقول الحمد لله ماشي ممنوع تهدر ولو واحد قال السلام عليكم وعليكم السلام ترد عليه من داخل السلام عليكم يا الدار وعليكم السلام وراك تغتسل ولكن واحد يهدر ثقي من السن مستحبة وماذا تهدر عادي ممكن تتكلم وانت في التليفون وانت تغتسل وكذا عادي ما فيش ولكن خلاف الأولى فقد فرطت أمرا مستحبا ويس 5 تقليل الماء وإن كان هذا الأمر الآن صعب جدا قال لك ما تقليله مع إحكام الغسل الإحكام وذاكي ولو كان يعني تغتسل من نهر ولو كان من البحر ما تقوليش كاين الماء بزاف وكذا طبعا هذا الأمر ربي يعافينا يعني كلنا احيانا ولا غير تحصل يعني سورتو الماء هذاك ما تمشيش وكذا سخانه وبعدين كي كانت تطفيه وكي تحب تغتسل تكمل عضو واحد اخر كذا ولا افضل واحد يدير افيذون اثيتشار اسيدي بابا بعدين يغتسل الوقت اني مريك ساكن كان يسير هذا يدوش غلاسه ما كان الصابون وكذا الى اخره تكفيض مثل تخمض العباده يلها تحترم هذا لمن استطاع اذا تقليل الماء ثقي أمر مستحب و6 إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل أي غير العلماء قالوا ليقع الغسل على أعضاء طاهرة واحد منا يقدر مباشرة راها هذيك هو لا دوش هذيك هو كلش يدخل ويدير النية باش يدير الغسل هكذا هذا جائز ولكن الأفضل وهذا على وجه الاستحباب أنه يدوش هذيك سوك يعني أثار النجاسات وكذا يزدي هذيك سوك يديني وكذا الصابون وكذا أم بعد ثورة يخدم النية من الغسل أي غير إنك ليقع الغسل ليأتي بالغسل بجميع فرائضه فروضه وسننه ومستحباته ويقع هذا الغسل على جسم طاهر
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. المستحب السابع والسبعة غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل. يعني بنادم هذا يغلظ مشطوح هكذا تصنعون، ربما معظمكم يصنعوا هكذا، هذا يغل سلس الجنابة. أما ذلك ما تمطوث إلى نس الحيض إلى نس النفاس، يعني هذا يغلظ مشطوح لاقي مخير كومبلا ما كانت تغلظ يظلي، يا إما هذا يغلظ ميديو صدار مثل السيري دارات جدين قورة، وهذه رواية وردت في الصحاح نغمة إلا ميمي ضرسي كمثل أيضا هذا جائز وهذا جائز. وقيل المستحب السبعة ذو حديث السيدة عائشة الذي ذكرناه، وهي الذي يبين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ كما يتوضأ للصلاة، باش تبين يغلظ وملوظ ينزلث هكذا قبل هذه رسق الروس الصريس كل الغسل اللي قبل هذه يغلظ مشطوح قبل هكا وكي نزلث توضأ كما يتوضأ للصلاة. ثاني رواية من روايات هذا الحديث. ولكن هناك رواية أخرى شدنا حديث ميمونة رضي الله عنها، توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، غير رجليه، يعني هذه كل وضوء غادي يصير يفاس نيس وبعدين يميس وبعدين زر نيس وذميس فوس يفوس فوس ظلماط وبعدين قروس هذه يمسح وبعدين يمزغس هذه يحبس. ذاكي هذه الشم ديال لادوشني الشم لادوش يدوش يغتسل ما كدنا سوين نشرح من المي فوق هذه السير ضرا يفوس هذه الشم تخليل الاصابع الرجلين هذا يفوس هذه رنو هذا ظلماط هذا الدعاء والسلام عليكم يكفى صافي. ذاكي في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها يدينا توضأ كما يتوضأ للصلاة، كما يتوضأ للصلاة. نفهم من هذا الحديث أنه يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة. ولكن حديث ميمونة توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. صافي يعني نفهم تأخير غسل الرجلين إلى بعد ما يتم غسل جميع جسده. نمسفهم خمضة كذا خمضة كذا. أي غار الإنسان كما قلت لكم واحد النهار كيكون معرفة واحد ما يدخلوش الشيطان والوسواس، خاطر كان هو عنده موديل عنده طريقة معينة يغتسل بها، وبعدين كاش نهار نساها ولا يروح فيها هكذا يتقلق، وكي يتقلق من بعد يولي يعود. لذلك نظرة وكي جاء أول مرة في المستحب حديث ما دارهاش لا شيء عليه. إلى المستحب ثلاث والثمانية هذا مهم. تقديم الميامن على المياسر مع تقديم الجهة اليمنى على الجهة اليسرى، يعني الجهة يفوس هذه زوال جهة ظلمات إما يتسو يزوال جهة ظلمات يحارو كذا لا حرج، ولكن تجي مستحب ماشي ذي الواجب ماشي ذي السنة، مستحب فقط. والثمانية والتسعة تقديم أعالي الجسم على الجهة يعني الأسافل على الجهة التحتية، جهة يفوس هذه زويرة جهة ظلمات. مثلا هذه زويرة سقدار يسكا ديالي هذه زوجة جهة يفوس هكا بعد هذه الصوب هذه زوجة ظلمات سياقي وهي الجهة العليا بعد هذه الصوب. أما كان يزمر جهة يفوس من بعد هذه الصوب جاء ضر يفوس ضر ظلمات وهكذا ياك لهانت صحنت ياك. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 19 مستحب أيضا من مثل كما تفعل في الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بعدين ترفع الدعاء، هذا أيضا مستحب إذا كان نسيت لا حرج عليك. 11 صلاة ركعتين تجي قنص ركعتين الغسل تجي ذوات السبب. شرحنا مرة الصلوات ذوات السبب، نوافل ذوات السبب. نناد صلاة ركعتين تحية المسجد تجي نافلة ذات سبب، يعني بسبب دخولك المسجد بنية المكوث بالمسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. إما يسديون ورسالة يذي قم للجامعة ماشي واجب وتزال ركعتين وين ديسنا ذي قيم هذه الظال يتصرج الظال يصير ركعتين. ذا وين يغلظه ذا وين يرفع الجنابة يخدم الغسل كي الوضوء الأكبر ثقي مستحب
أتزاد ركعتين ما تبغي ضرع لا حرج عليك. ثورة أخيرا في دقائق معدودات موانع الحدث الأكبر باش نتمم نكمل جميع الأحكام التي وردت في موطأ الإمام مالك مع استعانتنا بالأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم وأصحاب السنن هكا باش تكتمل الصورة من الناحية المنهجية. لذلك طبقت هذه الطريقة المنهجية. موانع الحدث الأكبر ينميل إلى الجنابة مثلا لا انتهي أمور ممنوعة باش يديرها. المنع مزول تظلف طبعا حرام على الإنسان يصلي بدون ما دارش الطهارة الكبرى إلا كما قلنا قبل حين ذكر لكم الإنسان ينوض كذا وهو على جنابه يخاف تفوت صلاة الفجر وكذا في الوقت الضروري مثلا يجوز باش يتيمم ويصلي عادي. ما يقولش نخليها حتى 10 نتاع الصباح وبعدين ندوش وكذا وبعدين نصلي لا زلت الوقت. السيض التيمم والتيمم هو البدل. الأصل معروف الوضوء ولكن البدل هو التيمم. ويسين سجود التلاوة أيضا سجود التلاوة. وطبعا سجود التلاوة بالنسبة للتالي والسامع تسمع واحد قريب منك يقرأ القرآن حتى نوصل إلى الآية نتاع السجود سجود التلاوة هو يسجد أنت تسجد ما تقولش بيسك أنا مانيش نقرأ لا سمعت تسجد. التالي والسامع لماذا؟ لأن سجود التلاوة صلاة لمن كان اللي عنده جنابة لا ماهوش معني بهذه ممنوع باش يسجد سجود التلاوة وهو على جنابة. لماذا؟ لأن سجود التلاوة صلاة. المانع الثالث الطواف إنما الطواف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة كيف الفرق إلا أنكم تتكلمون فيه. طبعا تشوفوا الناس يدوروا الطواف يتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. معنى حتى اللي يدير الطواف ماشي يقول مادام مسموح بغا ندير واش حبيت ويرفد التليفون ويحكي واش يحب لا يتكلم إلا بخير. وكذا المانع الثالث إلا الممنوع الرابع اللي هو مس المصحف إما كامل المصحف أو جزء من المصحف. وطبعا في تفاصيل بين العلماء بحائل بغير حائل إلى آخره. الإنسان إذا كان ما كانش في حالة اضطرار أو حاجة يعني ما يحكموش المصحف هذا كلام الله عز وجل. أما بالنسبة للبورتابل اللي عنده كاع هذيك الابليكاسيون تاع المصحف اللي راهي موجودة داخل البورتابل ليس مصحفا لكن عادي رفديت غرديكس نورمال عادي ولكن المصحف المقصود الورقي هكا وهذا هو الأصل. فيس 5 قراءة القرآن. الجنوب مثلا اللي يكون على الجنابه ما يقراش القرآن إلا إذا كان المتعلم أو المعلم. إذا كان المرأة تعلم وهي تعلم وراه كانت على جنابه ما تقريش ما تقولهمش قال الله تعالى سمحوا لي راني على جنابه لا تقرأ القرآن عادي. والإنسان المفتي يستشهد بالآية لإقناع السائل كيف. وسادسا دخول المسجد. هذه هي موانع الحدث الأكبر. يجمعنا لقاء إن شاء الله وقدر بعد 15 يوم باش نكمل شرح موطأ الإمام مالك إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.